السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شباب، الفيديو اللي فات كان لازم نقسم الفيديو لاتنين عشان كان النت كان بطيء جدا. الفيديو اخد حوالي 8 ساعات عقبال ما اترفع على اليوتيوب، فكان لازم الفيديو يتقسم. النهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء التاني. الجزء الاول هتلاقيه عندك في الوصف، وهتلاقي قناة التليجرام والجروب هتلاقيهم برضو في الوصف. الملازم اللي بنشرح منها وكل حاجة، الامتحانات ونظام الجروب بتاعنا. طبعا كل حاجة مجانية تمام. كل حاجة الجروب طبعا بيفتح نص ساعة بالليل، وكل يوم في امتحان، وكل ده ببلاش هتلاقيه. خش في قناة التليجرام وجروب التليجرام وهتعرف كل حاجة ان شاء الله. اسأل اي حد من الادمن هيفهمك كل حاجة. بس كده مش عايزين نطول. وطبعا في اخر الفيديو متنساش الخريطة الذهنية اللي هتلم لك الدرس كله. يلا بينا نتوكل على الله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن نظام الري، اخدنا الترع والقناطر والسدود والخزانات، اخدنا نظام الصرف، واتكلمنا عن العمالة الزراعية، واخدنا السياسات الحكومية. يبقى انا كده خلصت المساحة الزراعية والعوامل المؤثرة في الزراعة. تعال ناخد اخر حاجة عندي وهي المحاصيل الزراعية. بص يا باشا، المحاصيل الزراعية هناخد القمح والرز، قصب السكر، بنجر السكر، القطن، وهناخد شوية محاصيل تانية. تمام، احفظهم: قمح، رز، قصب، بنجر، قطن. قمح، رز، قصب، بنجر، قطن. قمح، رز، قصب، بنجر، قطن. تمام، وهناخد شويه محاصيل تانية ان شاء الله. يلا بينا نبدا في اول حاجه كده ناخدهم. واول حاجه القمح. بص بقى يا باشا، القمح اهميته انه محصول غذائي رئيسي، محصول غذائي استراتيجي. اهم حاجه عندنا القمح اللي بنعمل منه الدقيق. قال لي موسم الزراعه بتاعته هو محصول شتوي. الحاجات دي هي ما فيهاش شرح، يعني الحاجات دي انت المفروض تحفظها، بس عشان ما تقولوش بكاروت وكده فايه هراجعها معاكم. المساحة المزروعة نحو 3.4 مليون فدان. إنتاجه بلغ أكتر من 9.5 مليون طن عام 2013. وعلى الرغم من ذلك لا يكفي الاستهلاك المحلي، وتعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا له. عندك زيادة سكانية، عندك ارتفاع في معدل النمو السكاني، عندك زيادة كبيرة مش ملاحقة. واحنا قلنا ده من أهم حاجة فيه، يعني اهم حاجه عشان تواجه الكلام ده. قلنا كان من اهميه التعداد السكاني انك تعمل خطط تنميه عشان ما يحصلش عندك نقص في الموارد بعد كده. قال لي مناطق زراعته في جميع انحاء الوادي والدلتا والواحات والساحل الشمالي. تمام، قلنا الواحات بيعتمدوا على المياه الجوفيه، الساحل الشمالي الامطار، الوادي والدلتا ميه نهر النيل. يبقى مناطق زراعته يجيب لك طبعا كل ده. انا بقول لك اقول لك كلمه وادي، يلا كلمه وادي او دلتا اقولها لك، تعرف تشوف المحافظات، يجي في دماغك المحافظات اللي بتاعت الوادي والدلتا. اقول لك ساحل شمالي، يجي اللي عندك المحافظات اللي على الساحل. تمام، مطروح واسكندريه بورسعيد، اي حاجه على الساحل كده فوق. افتح كده الخريطه بتاعت مصر، تشوف المحافظات ايه اللي على الساحل اللي بتطل على البحر المتوسط. اكبر المحافظات المنتجه للقمح: البحيره، الشرقيه، الدقهليه. تقوم الدوله بالعديد من الجهود. الكلام ده يتحفظ، الكلام ده يتحفظ. تقوم الدولة بالعديد من الجهود المستمرة لزيادة إنتاج القمح. طيب بتعمل إيه الدولة؟ قال لي والله أول حاجة بزيادة رقعة المساحة المزروعة قمحا، يعني بوسع الأرض، بدل ما أزرع فدان هزرع فدانين قمح عشان أزود عندي الإنتاج بتاع القمح. تاني حاجة استنباط أصناف جديدة من القمح، يعني تزرع أصناف جديدة من القمح تديك إنتاج أكبر وتقدر تقاوم بيها الأمراض النباتية، عشان يحصل عندك تنوع في المحاصيل، ما يكونش نفس المحصول هو هو. فأنت تجيب أصناف مختلفة عشان ما يكونش عندك فيه أمراض وتدي إنتاج أكبر للقمح. تالت حاجة استصلاح أراضي جديدة في هوامش الدلتا وفي الصحاري المصرية، يعني الأراضي اللي فاضية ديت أنا أجيبها كده هوت وأحاول استصلحها، أعمل لها نظم ري، نظم صرف مية، أوصل لها الدنيا، الدنيا تبقى جميلة وزي الفل كده هوت، وأظبط لها الدنيا بحيث إن أقدر أزرع نسبة أكبر من القمح. تاني حاجة عند الرز، بيقول لي أهميته يأتي بعد القمح من حيث أهميته كمحصول غذائي للسكان. موسم الزراعة محصول صيفي، إنتاجه تنتج مصر نحو 5.7 مليون طن. تعد أكبر الدول العربية إنتاجا له وتصدر منه كميات للخارج. تتركز زراعته في شمال الدلتا. الرز بيحتاج ميه كتير يا شباب. تتركز زراعته في شمال الدلتا، يعني الثواني كده، يعني ايه ميه كتير؟ يعني الزراعة في التربة الطينية. تتركز زراعته في شمال الدلتا، وانتشر مؤخرا في محافظات مصر مصر الوسطى. يعني ايه محافظات مصر الوسطى قبل ما نخش في الجزء اللي بعده؟ يعني هو قال لك في شمال الدلتا والمحافظات مصر الوسطى اللي هي في منتصف مصر. بعد كده عندي قصب السكر، يعد المحصول الرئيسي عشان ننتج السكر في مصر.
موسم الزراعة محصول صيفي من المحاصيل المدارية الحارة. خلي بالك محاصيل مدارية حارة، احنا لسه متكلمين قلنا ان قصب السكر بيتزرع في جنوب الوادي سوهاج والمناطق ديت، عشان ما اتكلمنا في المناخ قلنا انه عايز حرارة. تمام. انتاجه قال لي بلغ نحو 16 مليون طن عام 2013. تحفظ الرقم وتحفظ السنة بتاعته. تمام. انا بقول لك كل يوم على الامتحان بيكون جزء صغير بنمتحن عليه، فالجزء الصغير ده ما هيكون في رقمين ثلاثة مش هيوجعوك غير لما تيجي في الاخر وتتزنق زنقة الكلاب. تتركز زراعته في محافظات الوجه القبلي اللي هي محافظات جنوب الوادي. بنجر السكر موسم الزراعة بتاعته محصول شتوي من محاصيل المناطق المعتدلة والمعتدلة الباردة. تتركز زراعته في محافظات الوجه البحري. تمام. بصوا يا شباب، الكلام ده يعني كل كلمة بقولها هي عايزة تفصيل وعايزة شرح أكتر من اللي أنا بقوله. يعني أنا المفروض أطول. ويعني ايه محصول شتوي؟ احنا قلنا في المناطق المعتدله والمعتدله البارده. ممكن احط لك سؤال على المناطق المعتدله والمعتدله البارده انت مش عارفها ايه هي. فكل كلمه من دول هو طبعا بيشرحها لك وبيقول لك تتركز زراعته في محافظات الوجه البحري عشان بارد. هو قال لك في المناطق المعتدله والبارده، يعني محافظات الوجه البحري هو قايل لك، يعني مظبط لك الدنيا. بس لازم المناطق دي الحاجات دي تتشرح اكتر. بس انا معتمد على ايه؟ انا معتمد اني انا بقول لك زي ما قلت لك كده الوادي، انا اقول لك كلمه الوادي تبقى تيجي في دماغك المحافظات كلها بتاعت الوادي. اقول لك كلمه الدلتا يجي عند في دماغك المحافظات بتاعت الدلتا، عشان مش كل حاجه انا هاجي احط لك بقى ممكن يقول لك سؤال شبه كده. لا، انت دلوقتي كلمه الوادي ويجي في دماغك محافظات الوادي ديت الجمله دي كده لوحدها يعني بافكار كتيره جدا يقدر يجيب لك في الامتحان فكره تقول انا ما خدتهاش. لا، هي جات لك وانا قلت لك افتكر الجمله ديت. يقول لك وادي تيجي لك في محافظه الوادي، دلتا عشان كل الحاجات يعتبر اللي عندك في الوحدتين. يقول لك في الوادي والدلتا، الوادي والدلتا، الوادي والدلتا، الوادي والدلتا، في الساحل الشمالي. الكلام ده كله في المحافظات الحدود. فانت تكون عندك في دماغك ايه هي محافظات الحدود، ايه هي محافظات الوجه القبلي، ايه هي محافظات الوجه البحري، ايه الكلام ده كله، بحيث انك تكون فاهم، مش عايزين تحفظ شبه البقره. فالمهم تعالى نكمل. تتركز زراعه بنجر السكر في محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الوجه القبلي. ما قالكش كله، قال لك بعض. اهم المحافظات المنتجه كفر الشيخ والدقهليه. كفر الشيخ والدقهليه عندك الاتنين في شمال الدلتا. واحنا قلنا هنا بيتركزوا في الوجه اللي عايزين مناطق معتدله ومناطق ايه معتدله بارده. فانت عايز تكون في الشمال قريب من من البحر المتوسط، من الساحل الشمالي يعني. بيقول لي هنا على الشمال ادخلت زراعه البنجر في مصر سنه 1982 ليكون محصول منتجا للسكر بجانب قصب السكر. سنه كام دخلوه؟ 1982. طب الحاجات دي معلومه اسرائيليه ما احفظهاش؟ لا احفظها. هتخسر ايه لما تحفظ 1980 دخل بنجر السكر وبقى محصول جنب قصب السكر؟ يا ابني ما تقهرنيش يعني. بعد كده عندي القطن محصول صيفي من المحاصيل. اهو بص جايب لك الخريطه برضو، يعني خريطه بص فيها بص كده على السريع، مش هتزعلك في اي حاجه. بيقول لي من المحاصيل النقديه المهمه التي لعبت دور كبير في اقتصادات مصر، وخاصه القطن طويل التيله. اهم قطن يعتبر القطن بتاعنا اللي هو طويل التيله ده، والتي اشتهرت مصر بزراعته، حيث يصدر جزء منه الى الخارج ويصنع الباقي محليا. الباقي من بيبقى هنا بنستخدمه محليا. يبقى مصر فيها قطن طويل التيله. القطن قلنا من اهم الحاجات اللي بتلعب دور كبير في اقتصاديات مصر. إنتاجه بلغ نحو 255 ألف طن عام 2013، وهو أقل من إنتاج السنوات السابقة كما يتضح من الشكل البياني التالي. تعال نبص كده. وذلك لاتجاه السياسات الحكومية نحو التوسع في زراعة المحاصيل الغذائية. يعني بيركزوا في الغذائية وبيسيبوا القطن. فأنا هنا في الرسم البيانية دي عايزك تركز إن شاء الله، عشان هجيبها لك في الامتحان بإذن الله اللي أنا بحطه هتلاقي في سؤال حلو على الرسمة ديت، فركز فيها كويس قوي. طب يا ترى بيزرع فين القطن؟ قال لي والله بيتزرع في الوادي والدلتا. تمام. في معظم المحافظات، واهمها الدقهلية والبحيرة وبني سويف والشرقية. تاني، الدقهلية والبحيرة والشرقية وبني سويف. احفظ الاربعة دول. ايه المحاصيل التانية اللي عندي؟ قال لي والله تنتج مصر محاصيل مهمة اخرى زي الذرة الشامية، الفول، الشعير، الخضروات وغيرها. تمام. بيقول لي ان هو تمثل الحبوب الغذائيه النسبه الاكبر من التركيب المحصولي، حيث تمثل حوالي 54% من جمله المساحه المحصوليه، ومن اهمها القمح والذره والرز والشعير والذره الرفيعه والفول والكلام ده. يعني بيقول لك الحبوب الغذائيه هي اكبر نسبه بنزرعها، اللي هي قلنا زي المحاصيل الاستراتيجيه، المحاصيل المهمه عندك، المحاصيل الغذائيه اللي انت بتعتمد عليها في الطفح بتاعك. دلوقتي احنا خلصنا كده المحاصيل. تعالى نعرف ايه هي المشكلات اللي بتواجه التنمية الزراعية في مصر. بص يا سيدي، دلوقتي انا انسان عايز ازرع.
ايه المشكلات اللي هتقف قدامي؟ قال لي تعالى اقول لك، بسم الله. قال لي تنخفض عائدات الزراعه. ايه ده؟ عائدات الزراعه بتنخفض؟ انت مش لسه قايل لي عاليه والدنيا جميله زي الفل؟ اه، بس بدات تنخفض في مصر. ليه؟ قال لي كنشاط اقتصادي. تمام، يبقى تنخفض عائدات الزراعه في مصر كنشاط اقتصادي. ليه يا عم؟ قال لي والله بص الاسباب الجايه دي. اول حاجه تفتيت الملكيات الزراعيه. فنحو 60% من الأراضي الزراعية في مصر مقسمة إلى حيازات زراعية، يعني مساحات زراعية، يعني كل واحد بقى ليه حتة أرض بتاعته، كل واحد يقول لك إيه حيازات زراعية بقى، ده دي ملك كذا وده ملك كذا وهكذا. لا يصدق، أقل من 5 أفدنة إيه للحيازة. المهم يعني إيه الكلام ده؟ بص يا سيدي، أنت أما عدد السكان يزيد إيه اللي بيحصل؟ دي معادلة تكون عارفها، نصيب الفرد بيقل. طيب دلوقتي انت مثلا يعني عارفين حوار الوراثه ده، تمام؟ ده بيورث وده بيورث ده وده بيورث دوت. فدلوقتي في الحاج احمد، الحاج احمد عنده مثلا 10 عيال، تمام؟ الحاج احمد مثلا عنده 100 فدان، 100 فدان، وعنده كام عيل؟ 10 عيال، نخليهم 5، خليهم 10 ماشي. دلوقتي الحاج احمد عنده 100 فدان وعنده 10 عيال. كل عيل لما الحاج احمد يتوفى وربنا يرحمه وفي الجنة ان شاء الله، ايه اللي هيحصل في ال100 فدان دول؟ ال10 عيال كل واحد هياخد 10 فدان. جميل جدا. طب العيال دول اما يتجوزوا ويخلفوا، هيبقى طبعا كل واحد فيهم عنده منى وشادية ونادية وفتحية وفوزية والكلام ده كله. فكل واحد هيبدأ بقى الأرض دي تتقسم. يبقى بدل ما كل واحد كان واخد 10، تبدأ بقى تتقسم، ده ياخد فدانين وده هكذا وهكذا وهكذا. بعد كده لغاية ما يوصل بقى إيه، ده ياخد إيرات وده إيراتين. طبعا بنشوف الكلام ده يقول لك إيرات وإيراتين. يعني الحاج أحمد تعب وشق الراجل وطلع دم قلبه وطلع عين أهله عشان يعمل ال100 فدان، ويجي شوية عيال تافهة ملهمش أي 30 لازمة يقسموا الحته، وبدل ما كان بيكسب بالفلوس اللي قد كده بقوا يكسبوا كل واحد يكسب شويه ملاليم مش جايبه همها. وفي الاخر بيجوا بايعين الارض ويروحوا ايه يسافروا بقى، اللي يروح يقول لك اسكندريه والقاهره يقول لك اجيب بيت واقعد هناك عشان ايه الارض دي مش هتجيب همها. فبدات الزراعه بتقل. فهنا بيقول لي تثبيت الملكيه الزراعيه، نحو 60% من الاراضي الزراعيه في مصر مقسمه، اتقسمت كل واحد خد نصيبه. الحيازات الزراعيه اقل من 5 فدان ايه للحيازه. بدل ما كان بيكسب نسبة كبيرة بقى كل واحد بيكسب ايه ملاليم. طيب بعد كده الأرض الزراعية خلاص كل واحد ده بيبيعها وده بيبيعها وياخد بعضه ايه ويتكل على الله. تاني مشكلة عندي العاملة الزراعية غير المدربة على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة. يعني شوية مزارعين أميين ما يفهموش أي حاجة في أي حاجة. كل واحد ابنه يكبر يقول له تعالى يا ابني، ده قلنا من مشاكل الزيادة السكانية، من مشاكل الأمية، اللي هو اللي ابنه يكبر على طول ما يودوش المدرسة ويقول له تعالى يا ابني ايه ازرع معانا. فيبدأوا بيتعلموا، يعني هو هل هو متعلم يزرع ولا يعمل أي حاجة؟ لا، بيمسك حتة فاس ويقعد يهبل في الأرض يشوف لك بيحة تسبحها، فبس كده. فهو بيقعد يهبل في زي يقول لك هبل في الجبل كده. فعمالة غير مدربة، غير طبعا في الخارج بيكون عندهم عمالة مدربة وتقنيات حديثة والكلام والدنيا زي الفل يعني. تالت حاجة عندي بتواجهني هجرة المزارعين إلى المدن وإلى الخارج، مما أدى لتناقص نسبة العاملين في الزراعة. وقلنا خلي بالك، قلنا أما يهاجروا، تمام، مش لازم يهاجروا هو مكتوب المدن والخارج، ها الاثنين يعني هجرة داخلية وهجرة خارجية. اما بيهاجروا ايه اللي بيحصل؟ المحافظة اللي رايحين لها بيزيد فيها نسبة الذكور، والمحافظة اللي هم سابوها بتزيد فيها نسبة الايه الاناث. يبقى هجرة المزارعين للمدن والى الخارج، عايزين نسبة فلوس اعلى، عايزين معدل اجور مرتفع، عايزين مستوى عيشة مرتفع، عايزين الدنيا يبقى في خدمات وفي علاج وفي الدنيا جميلة، فبيسيبوا الزراعة ويروحوا بره. رابع مشكلة عندي وهي استخدام الوسائل القديمة في عمليات الري والزراعة. يعني ناس بدائية بيستخدموا الحاجات اللي تعرفوها من كل واحد عرف من ابوه مثلا تعمل كده يقلده. مفيش مخ يفكر ويقول لك لا طب ما انا اطور، طب ما انا اشوف اسلوب جديد بدل الحزن اللي انا فيه ده. لا، ما عندهمش كده. خامس حاجة عندي انتشار الافات، يعني الافات الامراض، تمام، مما يؤدي لانخفاض انتاجية الفدان وبالتالي زيادة تكلفة الانتاج. يعني والله اما تنتشر الامراض عندك، ان نسبة الانتاج اللي انت بتديها بتطلعها هتيجي هتقل. واما تقل نسبة الانتاج، انت دلوقتي نسبة الانتاج عندك قلت وانت صارف دافع دم قلبك عشان مثلا تزرع فدان، تمام، مساحة محصولية، زرعت فدان مثلا، الفدان ده حصل فيه امراض،
تمام. حصل فيه امراض، بدل ما انت هتطلع يعني هتعمل يعني هتلم فدان، فانت هتلم نص فدان، في نص بتاكل، نص اتخرب، نص راح في داهيه، فانت بقى عندك نص فدان، فانت جاي عليك بخساره في زياده تكلفه الانتاج. انت دافع فيه فلوس كتير، هم ما جابش همه. يعني ايه، انت ما كسبتش في حاجه، انت بدل ما تكسب خسرت. سادس حاجه التصحر اللي تتعرض له الاراضي الزراعيه، خاصه في هوامش الوادي والدلتا والواحات، زي قلنا رياح الخمسين لما تيجي ايه مبوظه لك الدنيا. تمام. فرياح الخمسين بتبوظ اللي قلنا الازهار والبراعم وهكذا. تجريف التربة، قلنا تجريف التربة واستخدامها في صناعة الطوب الأحمر فيما يخالف القانون. تجريف التربة يعني بيستخدموا التربة الطينية ديت، بيصنعوا منها طوب أحمر. تمام. فأما بيبوظوا التربة ويعملوا منها تجريف وكده، وفي يعني غير حوار التجريف التربة ده، اللي هو بيبنوا مساكن، وهي موجودة اهي في تامن حاجة، النمو العمراني يعني. فتجريف التربه بياخدوا التربه ديت بيزرعوا منها طوب احمر، بدل ما يزرعوا يقول لك لا انا اعمل طوب احمر ويجيب لي ايه فلوس اكتر يعني وكده. فتامن حاجه عندي النمو العمراني على حساب الرقعه الزراعيه وما يصاحبه من تبوير الاراضي الزراعيه وتناقص مساحتها. يعني ايه تبوير؟ يعني خراب الاراضي الزراعيه، وتناقص ايه مساحتها. يعني ايه النمو العمراني؟ انت اما بيحصل عندي زياده سكانيه بتبدا تبني عماير، وممكن انا من شويه قلت لك اما النصيب الفرد بيقل، يبدا الحاج احمد، ما قلنا مثال الحاج احمد، كل فرد بقى ليه قيراطين فبيبيعهم وبيروح في حتة تانية. فاللي اشتراهم دوت ممكن اصلا ما يكونش عايز يزرع اصلا، فممكن يجي شايل الارض ديت يبني عليها اصلا بيوت، عمارة تجيب له دخل فل والدنيا جميلة. فبيبدأ يعمل عندي اما النمو العمراني بقى يزيد، يبدأوا يبنوا على الأراضي الزراعية والأرض الزراعية تبوظ، وده طبعا بيتعرض لعواقب من الدولة. الثمان حاجات اللي أنا قلتهم دول مهمين جدا، والله مهمين قوي، والله مهمين. هل دول يتحفظوا؟ لا، يتفهموا ويتحفظوا الاتنين مع بعض. تمام. بس انت لو فهمت، فانت ما يجيلك سؤال في الامتحان انت فاهم، قال لك انتشار الافات، اه صح، نشاط الافات دي يعني الامراض، فمعنى كده دي مشكله هتواجهني. فانت خلاص، انت فاهم الحاجه، فانت لما تجيلك هتكون فاهمها، مش لازم بقى ايه تحفظ الثمانيه وتقعد تردد فيهم كده وتبقى ايه عامل شبه الاراجوز. انا بقول لك تحفظ يعني مش الحفظ اللي هو صم يعني تبصمك كده يا بصمجي. دلوقتي احنا قلنا المشاكل اللي بتواجهنا. يا ترى الدولة بتعمل ايه في مجال التنمية الزراعية عشان تتغلب على المشاكل دي؟ الدولة بتعمل ايه عندها الدولة؟ ايه التنمية اللي بتعملها عشان اقدر اواجه المشكلات دي؟ قال لي بص، الدولة شفت الحاجات اللي احنا قلناهم دول، قول عكسهم بقى. يعني ايه؟ يعني اول حاجه استصلاح الاراضي بهوامش الدلتا ومناطق الواحات وشمال سيناء والساحل الشمالي عشان تقدر تزرع مساحه كبيره. تمام. بدل ما كان الحاج احمد المساحه تقل لا، وسع في الاراضي واديهم والدنيا تبقى جميله وزي الفل. تاني حاجه الاهتمام بمشروعات الري والصرف وحفر الابار، تبدا تهتم بالحاجات ديت عشان تسهل المزارعين انهم يعني التربه تبقى كويسه، بدل ما الصرف قلنا يكون عندك املاح والتربه تبوظ وتبقى زي الزفت. الاراضي ما يكونش عندك ميه، فالري قصدي، فيبدا عندك ري وصرف وحفر ابار والكلام ده، قلنا بتخزن فيها الكلام الميه والكلام ده، وحفر ابار برضو عشان تقدر تزرع والدنيا زي الفل. تالت حاجة إدخال وسائل حديثة في الري خاصة في المشروعات الجديدة. شوف وسائل يستخدم، في طبعا وسائل جديدة جدا حديثة بيستخدموها في الري، بدل الحاجات البدائية اللي هم شغالين فيها كل واحد يعرف جده كان بيعمل ايه ويعمل شبهه، وكنت تلاقي الواحد عيل ماسك لك شوية مية في ايده ورايح لك يسقي الزرع، فمش ناقصين هبل في الجبل، الله يرضى عنك يعني. فيبقى هندخل وسائل حديثة عشان اقدر اروي بيها الزرع. استنباط سلالات جديده من المحاصيل الرئيسيه، القمح والرز والقطن لزياده انتاجيه الفدان. يعني بدل ما الفدان تنتج حاجه واحده، لا انت زود حاجات جديده، زود محاصيل زياده. بدل ما تزرع نوع قطن واحد ازرع بدل النوع نوعين. زود في التربه، عشان التربه لو زرعتها كل سنه نفس المحصول هتبوظ وهتروح في داهيه. فانت لازم تدي تزود يعني تنوع التربه كده اهوت، ما تزرعهاش كل سنه نفس المحصول. فانت تستنبط سلالات ايه جديده من المحاصيل الرئيسيه. المحاصيل الرئيسيه زي ايه؟ الحاجات اللي انت بتطفحها زي القمح والرز والقطن. بعد كده هنتكلم عن خامس حاجة، مساعدة المزارعين من خلال منح القروض. اللي عايز أرض عشان يعني عايز فلوس أرض، يعني فلوس من البنك عشان يقدر يزرع الفدان بتاعه، وبعد كده اما يبيع ويديك يعني يدفع الفلوس ديت تاني، يبقى تساعدهم تديهم قروض، تديهم الأسمدة والأعلاف واللي هم محتاجينها، الحاجات اللي هم عايزين يزرعوها، عايزين المحاصيل والكلام ده كله، تديهم الحاجات اللي هم محتاجينها، يعني تسهلهم الدنيا، ما تعقدهاش في وشهم عشان ما يزهقوش ويعملوا شبه اللي عملوا ويروحوا يسافروا اسكندرية والقاهرة.
والاعلاف وتوريدهم محاصيلهم باسعار ايه مناسبه، يعني تديهم الحاجات ايه باسعار مناسبه، ما تغليش عليهم، يعني تديهم باسعار الجمله. سادس حاجة عندي التوعية والإرشاد الزراعي ودعم نقابة الفلاحين، يعني توعيهم والإرشاد الزراعي، يعني تفهمهم الصح من الغلط، يعني الحاجات البدائية اللي هم عارفينها تقول لهم لا الكلام ده غلط سيبوه، الكلام ده هبل في الجبل ما ينفعش تمشوا بيه، احنا دلوقتي في الدنيا متقدمة وفي أساليب حديثة، دلوقتي احنا عندنا ذكاء اصطناعي مش ناقصين هبل كده، يعني انت فاهمنا؟ لا يلا بينا نكمل. وتدعم نقابة ايه الفلاحين عشان الدنيا تبقى جميلة وتساعدهم. وبص يعني المهم يعني هو عايز يقول لك انك ايه تسهل لهم الدنيا، ما تعقدهاش، تمام، ما تكلكعهاش. يلا هنا بقى بيقول لك عندك في مصر ثلاث دورات زراعيه، الحاجات دي تحفظها برضه: دوره شتويه ودوره صيفيه ودوره نيليه، وهدف ذلك لتكثيف الانتاج الزراعي. اخر حاجه عندي الثروه الحيوانيه. الحيوانات استغفر الله العظيم يا رب، ركز، احنا في الصيام يا ابني وصايمين وانا زور والله ماشي الحمد لله بسم الله. يوجد ارتباط بين الثروه الحيوانيه والنشاط الزراعي. يعني ايه؟ يعني تلاقي الفلاحين لا كل واحد مربي له شويه فراخ، شويه كده بقرتين، جاموسه، تلاقي طبعا الفطير المشلتت والكلام الحاجات الحلوه ديت والسمنه والزبده والحاجات الحلوه دي. قال لي توجد انواع رئيسيه، قال لي حيث توجد انواع رئيسيه من الحيوانات تعتمد على الغذاء من الحقول او الحظائر، يعني بياكلوا من الحاجات المزروعه، تمام، العشب والكلام ده. كثيرا ما يربي الفلاح الحيوانات بهدف العمل في الحقل، تمام. وتغير هذا الامر اخيرا بعد احلال الاله يعني عايز اقول لك ان بيستخدموا الحيوانات ديت في الحقل، دي من الاساليب البدائيه عندهم. فقال لك دلوقتي بقوا بيستخدموا حاجات جديده، استخدموا المكنه الزراعيه بدل الحيوانات، تمام. فهنا بقى عندهم عقل وبيفهموا. طيب الرسم البياني المقابل يوضح اهم انواع الثروه الحيوانيه وانخفاض اعدادها بشكل عام في مصر، وذلك بسبب تعال الاول نشوف قبل ما نشوف بسبب. هنا بيقول لي اعداد الثروه الحيوانيه في مصر: اكتر حاجه عندي الخرفان، تمام، ثم عندي البقر. طبعا بص انا مش لسه اقول، المهم يعني الرسمه دي هجيب لك برضو عليها سؤال في الامتحان ان شاء الله. فالمهم يلا نكمل. فقال لي انخفضت اعداد الحيوانات بشكل عام في مصر بسبب ايه؟ قال لي تعالى نبص كده. قال لي بسبب نقص المساحات المزروعه بالاعلاف زي البرسيم. ما عندكش برسيم فانت هتاكلهم منين؟ رد عليا، هتاكلهم منين؟ بس كده يلا نكمل. استخدام المزارعين للحيوانات في الحقل مما يؤدي الى اجهادها وضعفها. بدل ما ياكلها ويعلفها ويسمنها عشان تقدر ترمي له لحمه كتير، تقدر تظبط له الدنيا، تديله لبن كتير، سمنه كتير، زبده كتير، لا بيستخدمها لهطل في اللي يقعد يزرع بيها ويضعفها وتتعب وفي الاخر تموت، والدنيا يبدا بقى نقص في الحيوانات يعني. تالت حاجة انتشار الأمراض التي تفتك بالثروة الحيوانية زي الحمى القلاعية وجنون البقر. طبعا انتوا يعني عندكم استغفر الله العظيم يا رب. فالمهم يعني بيقول لك الأمراض بتنتشر عند في الحاجات ديت عشان الناس ما بيستخدموش اساليب حديثه، ما بيرعوش البقره زي ما بيرعوش نفسهم. ما يرعوا البقره ليه؟ المهم يعني ما يرعوش البقره، ما اللي هم ما بيهتموش بيها يعني. البقر لازم تطعيم والدنيا تبقى جميله عشان تقدر يعني تبقى كويسه، صحتها كويسه. رابع حاجه عندي قله الامكانيات البيطريه، هو لسه قايل لك انا يالا شفت لسه خدها من على لساني. قال لك قله الامكانيات البيطريه، ما بيطعموش، يسيبوا البقره جربانه وطالع عين ابوها وتعبانه وعيانه ومسكينه لغايه ما يعني ممكن بقى ايه لوها كده يذبحوها وياكلوها في الاخر. اخر حاجه عندي ارتفاع اسعار الاعلاف المصنعه محليا. فانت دلوقتي اعلاف غاليه، انا هاكل منين؟ فانت تبدا بقى انت مش عارف تعمل ايه، انت لا عامل برسيم ولا عامل حاجه في سنتك السوداء ديت، فانت مش عارف تعمل ايه. فالحاجه غاليه والدنيا نار، بدات يقول لك الثروه الحيوانيه ايه تقل. فتعال نخش في الثروه السمكيه بقى. الثروه السمكيه تعد الاسماك والقشريات مصدر رئيسي للغذاء. فوسفور يلا فوسفور. وترجع اهميتها الى سد النقص في اللحوم والدواجن، ورخيصه خلي بالك برضه اهو. بص قالك شفت والله يا والله بياخدها من على لساني. يبقى سد النقص في اللحوم والدواجن، رخيصه الثمن، يعني انت بتاخد بروتين، بتاخد فوسفور وبسعر قليل، تمام تمام.
اقبال عدد كبير من السكان عليها، الناس كتير بتشتريها. طبعا انت عارف طبعا اللي هو بيكون شم النسيم، ويبداوا يجيبوا بصل ورنجة استغفر الله العظيم يا رب، الحاجات اللي ما يعلم بقى الا ربنا ديت. اكيد انت بتاكلها لما بتقعد تحش وتنش، بعد كده تتعب وتروح المستشفى وتقول ما اعرفش من ايه، وهو من القرف اللي بتاكلوه، استغفر الله العظيم يا رب. بيقول لي اقبال عدد كبير من السكان عليها، بلغ انتاج الاسماك في مصر نحو دي، الحاجات دي بتتحفظ يعني ما فيش حاجه فيها بتتفهم. بلغ إنتاج الأسماك في مصر نحو 1.1 مليون طن عام 2013، حيث ينتج 275 ألف طن من مصايد البحار والبحيرات الشمالية والبحيرات الداخلية ونهر النيل وفرعيه والترع، فرعي اللي هم دمياط ورشيد تمام الدلتا، و 825 ألف طن من المزارع السمكية. ومما سبق نستنتج أن معظم إنتاج الأسماك في مصر من المزارع السمكية. أهو بص قالك 825 ألف، تمام، مش ناقصين غباء، مش ناقصين غباء، الأرقام دي تحفظها. لكن هنا قال لك 275 ألف طن من مصايد البحار وي والكلام ده، لكن 825 من المزارع الايه السمكيه، يعني اكتر الاعتماد على ايه، على المزارع السمكيه. بيقول لي هنا ايه الحته اللي على الشمال دي، بيقول لي على الرغم من الانتاج الكبير لمصر من الاسماك الا انها تستورد بعض تستورد كل حاجه، بعض الانواع من الاسماك والقشريات والرخويات لسد حاجه السكان. بسم الله ما شاء الله يعني. يلا بقى يا سيدي ألم لك الدرس كده على السريع. اول حاجه احنا قسمنا الدرس لثلاث اجزاء، اتكلمنا على اول حاجه كده الزراعه، بعد كده اتكلمنا في الاخر عن الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه. الزراعه اخدنا فيها المساحه المحصوليه، اخدنا العوامل المؤثره في الزراعه، وكمان اخدنا المحاصيل الزراعيه. قلنا العوامل المؤثرة في الزراعة كان عندي نوعين، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية كانت عندي ثلاث حاجات. أول حاجة موارد المياه، وقلنا زي مياه نهر النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار. وتاني حاجة كان عندي التربة، وقلنا قسمنا التربة لنوعين، تربة طينية وتربة رملية. تالت حاجة كان عندي المناخ، وقلنا عندي درجة الحرارة والرياح. بعد كده اتكلمنا في العوامل البشرية، وقلنا كان عندي نظام الري، واخدنا الترع والقناطر والسدود والخزانات. واتكلمنا على نظام الصرف والعمالة الزراعية والسياسات الحكومية. بعد كده دخلنا في المحاصيل الزراعية، واخدنا القمح والرز وقصب السكر وبنجر السكر والقطن وشوية محاصيل تانية. وبعد كده اتكلمنا في المشكلات اللي بتواجه التنمية الزراعية في مصر، والحل بتاعها اللي هو جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية للتغلب على مشكلة الزراعة. كده نبقى خلصنا الدرس وبس كده، يا ريت تاخد الصورة دي سكرين شوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.